Acara selanjutnya tasbih siswa dan siswi SD dan SMP Islam Quran. Kepada nama-nama yang disebutkan diharapkan untuk naik ke panggung utama. Mazaya Adilah, Hafiz Rizki Putra, Putri Balkis Amalia, Cikgu Maulana Khairul Azam, Putra Noval Setia Adi. Untuk ini kami mengundang Ustaz Ikhwan Jamil Esos untuk berkenan untuk membacakan makhrajnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu semua, tolong pada sesi ini kita akan mendengarkan kemampuan hafalan dan bacaan anak-anak kita. Ini merupakan lulusan keempat SD Islam Quran dan lulusan pertama SMP Islam Quran. Dan kami mintakan nantinya Anda untuk mendengarkan baik-baik soalnya dan diulangi dan dilanjutkan soal yang akan Ustaz bacakan. Baik. Soal pertama, kami mintakan kesediaan Mas Zaya menjawab. Siap Mas Zaya? Dengarkan soal dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Baik, cukup. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Balkis untuk menjawabkan soal kedua. Dengarkan baik-baik. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. Tepat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Baik, cukup. Terima kasih Balkis. Soal ketiga, Ustaz minta kesediaan Hafiz menjawab. Dengarkan oleh baik-baik. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kita lagi bikin. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Baik, cukup nanti. Selanjutnya Azam bisa lanjutkan soal yang Hafiz tadi. Insyaallah bisa. Silakan lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Baik, cukup Azam. Yang terakhir Putra. Lanjutkan soal berikut ini. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة
فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Baik, cukup putra. Kamu tadi surat apa ini bacakan? Surat Al-Kahfi. 15. Baik. Dan selanjutnya kita akan masuk ke soal rebutannya. Ustaz akan bacakan 2 soal. Siapa yang bisa menyambungkan lebih terdahulu ayat itu, silahkan angkat tangannya. Siap ya? Soal pertama. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Silakan beri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Baik, cukup baik. Terakhir ya soal rebutannya. Saya akan bacakan soalnya, silahkan dilanjutkan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Baik, cukup Adam. Allahumma khutna bil Quran. Terima kasih kepada anak-anak Ustaz semua telah menjawab ke-7 soal tadi. Semoga ini menjadi motivasi bagi anak-anak Ustaz semua terus menjaga dan menambah hafalannya hingga akhir hayat nanti. Karena hafalan yang kita punya adalah hafalan yang hari ini masih kita ingat. Kalau enggak dia sudah menjadi pernah dihafalkan. Ya. Baik, sekian mungkin penampilan dari tes hafalan kali ini. Silahkan ditutup dengan Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Dan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.